متخيل ان زندايا اللي بقت ملكة ايمي كانت ممكن تسيب التمثيل بسبب التنمر؟ وده غير انها عملت مشاهد خطيرة في افلام مارفل بنفسها. في الحلقة دي هنعرف ازاي بقت رمز الشباب في هوليوود واسرار محدش يعرف عنها حاجة. انا حبيبة مصطفى وده برنامج اسرار مشاهير هوليوود. زندايا البنت اللي خلت الدراما تبقى حديث العالم، ومن اول ظهورها في مارفل الجمهور وقع في حبها، بس ورا الكاميرا زندايا عندها حكايات واسرار ممكن تخليك تشوفها بنظرة تانية خالص. زندايا اتولدت سنة 1996 في اوكلاند كاليفورنيا، وبدأت التمثيل وهي عندها 14 سنة في قناة ديزني، وكان اول دور كبير ليها في مسلسل شاك ات اب واللي خلى الاطفال والمراهقين يعرفوها. اما الشهرة الكبيرة كانت مع مسلسل ايفوريا سنة 2019 واللي لعبت فيه دور رو، البنت المدمنة اللي بتدور على نفسها وسط أزمات نفسية معقدة، وقدرت تعمل مشاهد البكاء والانهيار بطريقة خلت النقاد يقولوا إنها موهبة جبارة، وده خلى المسلسل ياخد جوائز إيمي كتير، وزانديا تبقى أصغر ممثلة تاخد جائزة أفضل ممثلة دراما. لكن الشهرة الأكبر كانت مع أفلام سبايدر مان في مارفل واللي لعبت فيه دور إنجي، وفضلت تتدرب على الأكشن مع توم هولاند علشان تطلع مشاهدها واقعية، وده خلى جمهور مارفل يتعلق بيها بشكل كبير. في سلسلة سبايدر مان زندايا عملت معظم مشاهد الأكشن بنفسها، زي مشهد السقوط من البرج في سبايدر مان نو واي هوم، ورفضت تستخدم دوبلير وقالت انها عايزه المشاهد تطلع حقيقيه حتى لو ده هيعرضها للخطر. المفاجاه انها كانت بترتجل بعض الافيهات مع توم هولاند واللي خلت الجمهور يضحك في السينما، وده خلى المخرج يسيبها في الفيلم من غير تعديل. في مسلسل ايفوريا زندايا عملت مشاهد انهيار عصبي قويه زي مشهد المطارده لما كانت بتكسر الابواب، وقالت بعدها انها قعدت يومين متواصله تبكي علشان تقدر تطلع المشاهد بالشكل ده. اجرها في اول فيلم كان 2 مليون دولار، لكن بعد نجاح نو واي هوم اجرها وصل ل 10 مليون دولار في الافلام اللي جت بعد كده، وده خلى مارفل تعتمد عليها بشكل كبير في المستقبل. اسرار عن زندايا: اول حاجه الهوس بالمطبخ. زندايا عندها هوس بالمطبخ وبتقول انها بتعمل بيتزا ومكرونه بنفسها، وعندها وصفات سريه بتعملها لاصحابها بعد التصوير. تاني حاجه ادمان الشوكولاته. زندايا مدمنه على الشوكولاته وبتقول انها بتخزن منها كميات كبيره في البيت، وبتحب شوكولاته الحليب اكتر من اي حاجه. تالت حاجه الهوس بالحيوانات. زندايا عندها كلب اسمه نون، وبتقول انها ما بتقدرش تنام غير لما الكلب يبقى جنبها، وعندها مبادره لدعم حقوق الحيوانات. رابع حاجة أكلتها المفضلة. زندايا مدمنة على التاكو وبتقول إنها ممكن تاكل تاكو كل يوم، وبتحب التاكو الحار بشكل جنوني. بعيدا عن الأكشن والدراما زندايا عندها مواقف إنسانية كتير. في موقف شهير زندايا زارت مستشفى أطفال بملابس MG وفضلت تتصور مع الأطفال وتلعب معاهم، وده خلى الجمهور يشيل بتواضعها. كمان عندها مبادرة لدعم التعليم في أفريقيا، وبتتبرع بجزء من أرباحها للأبحاث اللي بتهتم بالتعليم، وبتقول إن دي قضية حياتها. دي كانت حكاية زندايا، البنت اللي خلت الدراما والأكشن يبقوا حاجة واحدة، واللي أثبتت إن النجمة الحقيقية هي اللي تقدر تعمل الأكشن والدراما بنفس القوة. إيه أكتر دور حبيته ليها؟ شاركنا في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد عن نجوم هوليوود. أشوفكم الحلقة الجاية.